اخرى، لا راهو يجي من الخارج تماما، راهو يجي من الانسانيه، راهو يجي من الديمقراطيه، راهو يجي من مبادئ حقوق الانسان. وهذا يعني ربما، وانا متاكد مش ربما متاكد انه سوف يغير الكثير من الاشياء، وسوف ماشي يحفزهم، يجبرهم انهم يغيروا الكثير والكثير والكثير من الاشياء، حتى التغييرات تاعهم، بما انهم بنوا كل هذه الايديولوجيه على انها صالحه لكل مكان وزمان. وبهذا الضغط هم مجبرون انهم يغيروا اشياء. يعني كل ايديولوجيا راح تريب. ما السلطه اللي راهم يمارسوا فيها باش على العقول وعلى المواطنين في البلدان تاعنا، السلطه التي تدي الاشخاص انهم يعني ينفون وينقضون الحقوق البسيطه، الحقوق حتى المساواه بين المواطنين، يعني يرفضوها باسم هذه السلطه، سوف تسقط ان شاء الله. ان شاء الله. حبيبي استاذ جاد، انا شاكر لوجودك وكل الاخوه والاخوات. اليوم البث هو بثكم انتم، لانه هذا الانجاز هو انجازكم انتم، مش انجاز محمد صالح. هو يعني هي فقط جزئيه اخيره الناس بتشوفها وتتكلم عن محمد صالح، ولكن كلكم على مر كل هذه السنوات وتضحياتكم هي اللي اوصلتنا لهذا اليوم، واوصلتنا لاننا نجلس جوا المساجد نستطيع ان نتكلم بحريه بدون ما نخاف على حياتنا. طبعا الفضل لاوروبا طبعا، مش للعقليه الاسلاميه، ولكن حتى في اوروبا قبل يعني سنه او سنتين كان لما حدا يروح يستفز المسلمين كانوا بيحرقوا نص المدينه. الان المسلمين جالسين يعني نهايتهم شويه يشاغبوا، وعمل رائع يعني، وعمل اسطوري وعمل كبير جدا. فشكرا يعني كثير لك انت على وجه الخصوص. وطبعا يعني ربما يكون قله ادب لو اقول على وجه الخصوص، لانه كل واحد منكم خاص ومميز في مكانه، كل واحد منكم جالس على ثغره في مكانه، كل واحد منكم جالس بيهدم الخرافه في مكانه. فصوتكم اليوم يعني امام ملايين البشر انسمع جوا المساجد، فلكم الحق انكم تفرحوا وتفتخروا بانفسكم. هذا الكلام شوفوا يا أحبة، ما حدا يقول محمد صالح أنا مش موجود في هذه الصورة، مش أنا اللي بعامل هذه المناظرة، أنتوا اللي عملتوا هذه المناظرة، وتستحقون أنكم تفتخروا بأنفسكم أبد الدهر في هذا الوقت في هذا الزمان، أنكم كسرتوا هذا الحاجز. هذا الحاجز اللي يا من قتل ناس بسبب الفتاوى اللي بتطلع في المساجد، اليوم استطعنا ندخل هذه المساجد ونقلع لكم الباب تبعها وتدخلوها بأمان إن شاء الله. في ألف مبروك أستاذ محمد. مبروك لك حبيبي جاد. لا بالعكس، يعني اليوم كان يعني جد خطوة ما حدش عملها من قبله، وشكرا لك. شكرا لكم، وانت بتعطينا دعم كبير بهالمناظرة. وطبعا في شباب الكرد ترجموا لنا كل الكلام اللي حكيته، شكرا. ومش عارف شو بدنا نحكي لك، يعني مقصرين بحقك استاذ. لا تحكوا لي شيء، افتخروا بانفسكم يا جاد وارجوك. لا احنا فخورين، افتخروا بانفسكم. بس استاذ محمد اعطيني مودريتر عشان اطلع الناس. وانا لسه ما معطيك هذا الشيء. لا طيب استاذ محمد هذا كلام؟ هذا ما عندي شيء. طيب اللي راح يطلع ياخذ مداخله ونزله عشان يطلع اللي بعده، صح؟ مش الكل مع بعض طبعا. بس خذ الاخوه تبعنا في البدايه، ويا حبذا يكون اصحاب البثوث والنقاشات فقط، لانه هذا يومكم انتم بالدرجه الاولى، والاخوه اللي احنا يعني جالسين معانا وبيحبوا يكتبوا، لانه هذا يومكم انتم، هذا مش يومي انا. يعني انتم اصحاب البث يا جاد واستاذ جاك وميهوب واستاذ مازن واستاذ احمد واسكندر وقلبوش وكل هذول الناس الراعين، ملحد غزاوي، الزهيري، ملحد عربي، ملحد فلسطيني، وملحد جاك عندنا جاك ثاني كمان، اخونا جاك احنا مسمينه الروبوت يعني. كل الاخوه الشباب العظام الكبار الاساطير المثابرين، انتم تستحقوا هذا الكلام، يعني انتم ناس راعين جدا. وانا لما بقول لكم اني بشوف الدنيا من خلالكم بشعر بكل كلمه بقولها. هذا شيء مش قادر اطلع الناس. اعطيتني ميزي اطلع الناس. طيب أنا خلينا اطلع من البث وارد ارجع. طب خلينا اطلع وارجع من البث ثواني. طيب حبيبي. هذا الشيء كان
كانوا الناس يرونه كأنه شبه مستحيل عندها سنة أو سنتين. أخ محمد صالح، كيف ترى الأحوال على سنة أو سنتين؟ انا لما بقول يعني هذا خلال 20 سنه استاذ جاك، هذا الكلام اللي احنا نتكلم فيه راح يصير في خبر الامور المنقرضه يعني. فاحنا يعني؟ احنا اللي بنعمله الان يعني هي شغلات، احنا بننهي مرحله في حياه هذه الامه، ننهي مرحله يعني ما راح يبقى، يعني هذه المرحله ما راح تبقى. يعني استاذتنا استاذه فابيولا كمان هو يا خبر. أهلا فابيولا. اهلا بيك. او يمكن استاذ محمد، الناس طالبه بس انه لو صوره حضرتك تكبر عشان يقدروا يكبسوا. ده مش صح، على انه بيبقى صعب. بالمعذره حبيبي جاك، انا راح اكبر الصوره. لا طبعا جاك غالي علينا، بس هو عشان التكبيس صوابعهم بتتحشر في الصوره الصغيره دي. طيب انا اصلا اي كلام هقوله انا شهادتي مجروحه اصلا. انا حد كان قلقان قوي، وانا قلقانه دلوقتي على فكره وبعدين، لكن مش هو ده. بس انا لحظه ما استاذ محمد صالح دخل اول خطوه ما حسيتش بقلق، حسيت ان انا فخوره، فخوره بيه وفخوره بنفسي، لانه انا بعرف استاذ محمد صالح، وفخوره انه حاجات كتيره قوي بنقول احنا مش هنقدر نشوفها في حياتنا. في حاجه يمكن ما كانتش بتيجي في دماغنا خالص، يعني انه نقدر ندخل مسجد ونحكي. ما كانتش اصلا بتيجي في دماغنا. وانا مش هصدق اي حد يقول انها كنت بحلم بيها حتى بعد 10 20 50 سنة. مش حقيقي، ما كانش واحدة من أحلامنا، لأن يمكن كنا بنحس إنها حاجة بعيدة أو صعبة كتير، اختصر لنا مسافة. نعم استاذ محمد، لا انت مش معطيني كل الخاصيات اللي اقدر اطلع يا حبيبي يا جادو. اعطيتني كتم وبلوك وكله ما عدا اللي اطلع الناس، والناس اللي راح اطلعها من عيوني. لا كتم ولا بلوك ولا. لا انا بقدر اعمل بلوك وكتم بس مش ممكن كله. يبقى في حاجة لسه لازم تتعمل خضرة، يعني في حاجة ممكن تحت. ما فيش اي حاجة عندي، كل حاجة عندي خضرة. طب ليش مش قادر اطلع ناس؟ يمكن التليفون تبعك بحاجة انك انت ترميه وتشتري موبايل محترم. لا. طب خلينا نفوت بالتليفون الثاني سوا. هاي نضال. انت صدقت بجد وماشي. فانا الحقيقه نسيت القلق دوت، كان جوايا لخبطه كده كاني بتفرج على حاجه مش حقيقيه، مع اني متاكده ان اللي قاعد استاذ محمد صالح وسامعه ومش فاهمه طبعا. فهمت الكام آية وفهمت. بس انتوا ليش تعتقدوها مش حقيقية؟ والله انا كنت اشوفها رؤية العين يعني، والناس تجي تقول لي، كنت اقول لهم راح ندخل مساجدهم، يعني مو يعني مش شغلة عظيمة هي يعني. لانه حضرتك كنت مصدق. لا يعني اولا لانك كنت مصدق، تاني حاجة لانك كنت حاطط الخطوة دي انها لازم تتكسر. ما اعتقدش ان في حد كان حاططها يعني. وحتى لو حد قال لي انا كنت حاططها مش هصدق بصراحه. انا بس انا صدقت استاذ محمد صالح وهو بيقول انه هيعملها. وفي لحظه كنت بتمنى انه ما كانش يقول كده لكن هو عملها. شايفين جالس في بيتي وبين كتبي وبلحيتي وبنظارتي وحي ونرزق يعني، ما تحتاج تخاف يا حبه يعني. أنا بتمنى دايما. الأزمنة بتتغير والنفوس والعقول بتتغير. أنا على فكرة كنت يعني بس دخلت بعد المناظرة ما كنتش بسمع في كلمة واحدة، سواء تكتب على الشات أو الناس بتقولها إنه كسر عندنا حاجز الخوف، وده متهيألي أروع. هذا ما يعني الناس تروح تتهور تعمل شغلات غبية يعني. بس كل حاجة بالاتفاق يصير يعني عادي.
بس مش مهم. الفكرة مش إن هي تعمل شغلات غبية، ما افتكرش يعني. بس اللي أنا أفتكره إن كسر حاجز، أولا حاجز الخوف. وفي حاجة أكيد إنها دايما بتتكرر، إنه أنتوا بس ماسكين مايك وقاعدين على السوشيال ميديا بتضيعوا وقت. أنتوا لو حد فيكم شاطر ينزل كده يواجهنا في الشارع، وده دايما بيتقال. اظن ان النهارده اي حد مش هيقدر يقول كده، ولو حد قال كده هيترد عليه يعني. احنا اليوم دخلنا مرحلة جديدة، احنا اليوم موجودين في مساجد، مش في الميدان، في مساجدهم يعني. بالظبط. لا، ما تنزلش على الارض، وكل واحد من حقه انه يطلع من غير صوته من غير اسمه. لكن اكيد كانت ديت الكلمه اللي بتتردد دايما، انه انت لو تقدر انك انت تنزل على الارض. فالحقيقه لا، النهارده اللاجئين كانوا جوه المسجد. آه، انا مش هقول اي حاجه تخص استاذ محمد صالح، يعني انا مش هينفع ان انا اقول لانه هو بالنسبه لي حاجات كتيره مش محتاجه ان انا اقولها، وشهادتي هتبقى مجروحه. انا بس فضلت ان انا اقول احساسي انا النهارده. انا حاسه انه اختصرت لنا المسافات، بقينا نقدر نرد. في حاجات كتيره قوي عملتها استاذ محمد، غير ان انت وقفت قلبي يجي 100 مرة النهاردة سلامة وامبارح قلبك يا رب عزيزتي، شكرا من كثير ساعة ما عرفت. لشعورك لكن الرقيق والجميل. أنا آسف إذا تسببت في أي قلق لا، لكم. أولا ده لمكانتك ولغلاوتك و- وأكيد يعني ده لحاجات كتيرة قوي. بس يعني الحقيقة إنه أنا الفرحة والفخر اللي حسيت بيه وقت المناظرة، أنا متهيألي غطى على كل حاجة. مهما قلت لحضرتك شكرا هتبقى قليلة. وانا مش مقتنعة ابدا 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 انه زي ما حضرتك قلت كده انا ما عملتش حاجة، انت عملت كتير كتير كتير. والنهاردة توجت ده، وانا اتصور انه انت اديتنا كلنا دفعة لاخر نفس في اي واحد لسه عايز يتكلم وعايز يواجه وعنده حاجة يقولها يعني. خليني اسيب مكاني عشان حد يطلع. وانا النهارده بالنسبه لي يوم استثنائي. انا عاده مش بطلع في البث بتاع حضرتك يعني، بس النهارده كان لازم اطلع لانه يوم استثنائي ليا على المستوى الشخصي يعني. شكرا ليك بجد، وشكرا لوجودك شكرا بينا، لك أنت أستاذة وشكرا فابيولا لوجودنا على معاك. كلماتك اللي أبدا ما بستحقها، ولكن أنت دائما إنسانة لطيفة ولبقة، وشكرا لك. لعلنا نلتقي يوم الأربعاء بإذنه سبحانه في الدردشة يعني. ولكن شكرا كثير، أكيد شرفتيني ونورتيني، وسعيد جدا بوجودك يعني، وحضرتك مع الكثير جدا من السيدات. أنتم على رأس هذا الحدث يعني، لأنه أنتم اللي يعني دفعتوا أكبر ضريبة لهذا الدين يعني، فلكم الحق أنكم تفتخروا. اليوم في المسجد كنا بنصرخ المرأة الحياة الحرية، يعني المرأة هي الحياة وهي الحرية. كنا بنصرخ في المسجد نقول جنجيانا زادية، يعني على طريقة الكرد، يعني الشعار اللي ارتفع لما انقتلت البنت اللي كانت انقتلت على يد شرطة الآداب الإيرانية الحقيرة. فرفع هذا الشعار في كل الأماكن، في البرلمانات، في الأندية، في كل مكان. فاليوم رفعناها كذلك في المسجد، وكان يعني كنا بنقول جنجيانا أزادية يعني. فشكرا لك، وشكرا لكل امرأة وسيدة عانت ولا زالت تعاني ورافضة أنها تكون مجرد يعني أداة من أدوات هذه الشريعة، واختارت عقلها وما رضت أنها تكون تحت سلطة الرجل الذي يأخذ ويستمد سلطته من الشريعة الإسلامية. شكرا لك أستاذة فابيولا، وشرفتيني عزيز. شكرا استاذ محمد لوجودنا احنا معاك. ثانك يو. شكرا لك عزيز. استاذ محمد انا كله شغال عندي الا اني اطلع الناس، بينفع تلغيهم وترجع تشغلهم؟ طيب انا اسف بس هذا تليفون جديد. وانا هذا محتاج اني يعني اصدق هذا الكلام يعني. طيب انا الان راح الغي كل حاجه،
طب إذا عندك عبد الحميد باشا معانا. وهذا شنو؟ هذا الأخير ما بده يصير. شوف تغير شيء معاك يا جادو. مش قادر. طيب ابعث لك عبد الحميد. ابشر هسه شوف لنا عبد الحميد. حاضر من عيوني. اهلا مولانا، تحيه فخر وعز واجلال. يعني النهارده يوم جميل. يعني النهارده لم اكن اتخيل ان في يوم ان انا هكون اتمنى ان افهم الكرديه زي النهارده يعني. تحياتنا ليك يا مولانا، وحقيقي فخورين بيك ويعني حقيقي يعني ما كنتش مصدق اللي انا شايفه فعلا. يعني انا لسه النهارده يعني بقول لحد ادونا يعني ربع ساعه على منابركم، بقالكم 1400 سنه على المنابر، ما فيش فيكم رجل يجرؤ يطلع يقول لي شيخ اديني 5 دقايق اتكلم. ادونا وقت نتكلم على المنابر. يعني انت مولانا حقيقي اسعدتنا النهارده وشرفتنا وفخورين بيك يا مولانا، فخورين بيك. معني عبد الحميد معك انت مودريتر بهذا الحساب يا مودريتر. شغال. ممكن اطلع الاخوه بعد ما نسمع الاخوه وناخذ مشاركاتهم. حبيبي عبد الحميد، اول شيء حابين البثوث. تمام يا عبد الحميد. اكيد انا نازل. شكرا استاذ محمد. شكرا لك حبيبي جاد. شكرا لك حبيبي استاذ محمد. ونتمنى الاخوه كلهم يكونوا هنا، او السيدات اصحاب البثوث لهم الاولويه كذلك، فشيء طبيعي. طيب خلينا نستمع لسيدنا. كيف حالك يا مولانا؟ اللهم صل وسلم على أحمد محمد نبي الهدى. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أنا يعني أنا كنت سعيد وخايف الحقيقة، يعني كنت خايف قوي وكنت سعيد جدا. صحيح يعني فاتتني بعض الكلمات الكرديه اللي ما قدرتش افهمها، يعني فهمت 95 تبع الحته الاخيره تقريبا. بعض الحتت الصغننه جدا يعني اللي كنت ظاهر اللهجه يعني ما كنتش فاهمها قوي يعني، انما الحقيقه يعني ايه كنت فاهم معظم الكلام طبعا. كنت اتمنى افهمه كله، ويا ريت لو في ترجمه هتنزل يعني بعد شويه عشان الحتت الصغيره اللي فاتتني طبعا، مش عشان كل لا تفتكر ان انا ما فهمتش يعني ولا حاجه، لا انا فهمت كويس قوي. فيا ريت الترجمه تكون باسرع ما يمكن. ويعني انا كنت فخور بيك قوي يا مولانا، فخور بجد. انفسكم احبه الكرام، لانه هذا مش انا اللي عامله، هذا انتم سنوات من حياتكم ومن معاناتكم ومن وضعكم ومن ضريبه هذا اللي بتدفعوه بسبب هذه الشريعه المتخلفه. هذا انتم اللي تستحقون الفخر، يعني مش انا يدوب يعني طالع يعني، ولكن الفخر الحقيقي هو لكم انتم. هذا مش انجاز لي، هذا انجاز لكم، لانكم انتم خلال كل هذه السنوات اوصلتوا الناس لهذه المرحله. كفاك تواضعا، لان انت عملت كتير وبتعمل كتير. وعايز اقول لك ان انا كنت قاعد انا ومراتي وبنتي وبنتفرج عليك كلنا. طب لا احنا الثلاثه بقر مش فاهمين ولا كلمه طبعا، مش فاهمين ولا حاجه خالص، بس قاعدين عمالين مبسوطين كده، عمالين نتفرج وبنضحك ومش فاهمين حاجه، بس قاعدين مبسوطين كده والله العظيم. فكان حاجه يعني سعاده ما بعدها سعاده. احييك واتمنى ليك الصحه والستر وراحه البال، وربنا يخليك لينا، ربنا يخليك لينا يا مولانا، وكتر خيرك. وتحياتي ليك وللجميع، لإماني وعبد الحميد ومهيب وجاك وكل الناس اللي كانوا موجودين. واشكرك شكرا جزيلا، وربنا يخليك لينا تاني. تسلم حبيبي، شكرا كثير لتواجدك ولمشاركتك. دير بالك على حالك، ويا رب دائما تبقوا مستمرين انتم. شكرا كثير لك حبيبنا سيدي. العفو يا مولانا، كل الحب يا حبيبي، كل الحب. حباك حبيبي وردي. غزاوي يا حالك يا غزاوي؟ والله مكيف عليك، شفتك قاعد وتمسجنا قلت احتلناهم.
انت جنبي انا كمان جامع جنب البيت عندي. انت هيك اعطيتني الطاقه ابي لا اجيب لا اسكندر ولا غير اسكندر، اسمه اسكندر طول الحياه، بدي اجيبه ونروح عليهم. لا ما حدا، لا اذا هم بيسمحوا لكم وتعملوا معاهم اتفاق وكذا اكيد هذا شيء رائع جدا يعني. بنشوف. لا حركتك قوية جدا انت، يعني اصدق من الله عز وجل. انت وعدتنا بهذا وانت نفذت لنا اياه. ما حدا كان مصدق انك راح تقدر عن جد تخش الجامع وتعمل معهم مناظرة الا سنة بنسمع. انا كنت اقول والله ما يدخلوا. انت اليوم ورجيت العالم نعم نحن هنا بالامانة. انت يا صديقي اللي بتضع لنا حجر الاساس واحنا قاعدين بنبني عليه. انت اللي قاعد، لا انت اللي قاعد بتشيل لنا القدسيه عن الاحاديث وعن، انت اللي بتشيلها هاي القدسيه. انت اللي قاعد بتحكي مع الناس وبتقول لهم تعال هيك الحديث بيقول، انت اللي بتشيل القدسيه. احنا قاعدين بنكمل وراك. احنا بنمسك الناس وبنقول لهم يا عم هذا كذب زي ما بقول لكم الزلمه يا أب. والحياه هيك بتمشي. منك بنتعلم، إذا قاعدين بنقوى احنا. انتم اقوياء بانفسكم حبيبي لا غزاوي، يا شيخ. وحقكم انكم تفتخروا بانفسكم، وحقكم انكم ترفعوا راسكم وتشوفوا انه انتم وين وصلتوا، وانه انتم الان قطعتوا هذا المشوار. هذا الكلام ملوش علاقه بي. انا فرحتي مع فرحتكم. انا فرحتي الحقيقيه لانه انتم خلال كل هذه السنوات اللي ثابرتم واللي صابرتم واللي تكلمتم واللي تحملتم فيها ووصلتوا الى هذه المرحله. فالفخر كله لكم، انتم اصحاب الانجاز يعني، مش انا ما عملت شيء يعني. انا في النهايه دخلت، انا تعرف هذا اللي يدخل في اخر دقيقتين في الفيلم، انا عامل داغ مثل هذا داخل في اخر دقيقتين. انتم اللي موجودين من اول الفيلم لحد الان، فشكرا لكم كل واحد باسمه ورسمه، سيده وسيده يعني كلكم. انت دخلت اخر الفيلم يا استاذ وانت حرقت لهم الفيلم كله يا شيخ. والله انت اليوم حرقت. شكرا لك وشكرا على الاستضافه. نعطي مكان شكرا لك حبيبي غزاوي، دير بالك العالم. وزي ال20 اللي كانوا وراك اليوم في الجامع، صدقني انت بس قلت تعالوا حتلاقي 2000 يجوا معك، وعلى اكبر جامع فيك يا اوروبا راح نكون وراك. والله اليوم يا غزاوي كانت في امراه اجت جايبه معها اولادها الثلاثه، امراه كرديه جاهزه بتقول هذا محمد صالح مش هذا، وجاهزه بتحضني وتبوسني. على الدفء اللي حصلت عليه من هذه الامراه. على جمالها، وعلى امراه يعني امراه مش شابه يعني، اولادها كبار يعني اولادها شباب عشرينات وثلاثينات وكذا يعني. وجايه باولادها الثلاثه. وقتها عرفت انه مش وقتها، ولكن يعني تذكرت انه قديش هذه المرأة بشكل عام يعني، بالاضافة الى هذه السيدة الكريمة، قديش هذول عظماء، وقديش هذول يعني بيبنوا مستقبل جديد للناس يعني. جاية مع اولادها الثلاثة يعني، انت مستوعب هذا الكلام يا غزاوي؟ امرأة قوية جدا يعني. يا استاذ يعني انا بقول دائما اذا حدا بده يغير فينا اكثر شيء هن الامهات، هن اللي راح يقدروا يغيرن. احنا كرجال والله شغلنا كله تحصيل حاصل. لما الام تربي من البدايه على الصح احنا بنقدر نساعده لما يكبر انه يكمل. انما الام اذا صحت راح يكون عندنا جيل، والامهات في مجتمعاتنا مظلومات ومش عارفات وين. امراه زي هاي تستحق كل الاحترام. طيب كمان خلينا نسمع كمان استاذ ماني. شكرا كثير لك حبيبي غزاوي، حبيبي ونكون على تواصل وعلى لقاء حبيب قلبي. اكيد. دير بالك على حالك يا ابو خالد. ولا يهمك. اسلم الاول على جاك وعبد الحميد وساندي ومهيب وكل الناس الجميله اللي عند حضرتك يا مولانا في الشات. تحياتي ليك يا مولانا وعلى الغزوه المباركه الطاهره التي قدتها اليوم. انا صراحه فتحت البث لمده دقيقتين لقيتك بتقول حاجه ليها علاقه بالاخلاق وعن محمد والرسول تقريبا كده. ده اللي انا حاولت اجمعه من الحديث اللي اتقال من حاجه كده من الجنب، لقيتني مش فاهم اي حاجه. بس انا عندي لحضرتك لو هتقدر تبعت لي التسجيل، انا قادر على ان انا اطلعه باصواتكم، الاصوات الرئيسيه زي ما هي بالذكاء الاصطناعي باكتر من لغه، بحيث ان التسجيل ده ما يبقاش للاكراد فقط، ما يبقاش للناس اللي بتتكلم كردي بس، لان دي سابقه يا جماعه. احنا النهارده
مولانا دخل كراس حرب عندهم جوه، ما بقوش هم اللي بيخشوا عندنا، بقينا احنا اللي بنخش عندهم واحنا اللي بنكلمهم. فشكرا يا مولانا على اللي انت بتعمله، وشكرا شكرا على لك. مجهودك، وشكرا على تعبك، وشكرا على تواضعك اللي دايما تواضعك الجم، وعلى حبك مش لينا، تواضع، هذه مش تواضع، يعني انت هذه فعلا فقط انسان مجرد جميل. حقيقة، مش تواضع يا استاذ ماني. انت تعرف انه مش تواضع، هذا الكلام انتم تستحقون اكثر منه، يعني انتم اللي اصحاب هذا الموضوع مش انا ما عملت شيء. انتم مستمرين في هذه الساحه، في الكلاب هاوس وفي التويتر وفي الفيسبوك وفي التيك توك وفي اليوتيوب، وجالسين تنافحوا وتروحوا وتشدوا وتعملوا وتسووا من سنوات وانتم شغالين في هذا. فاذا في حدا يستحق انه يفتخر بشيء هو انتم مش انا جاي يدور. لا الحاجه، في حاجه صغيره كمان عايز اقولها. واضح ان الحراك اللي بيحصل على السوشيال ميديا هو حريقهم. اللي ما يشوفش مغربال يتباع عندنا في مصر بنقولها من اول ما عمرو اديب طلع وقال لك خلي بالكم من التيك توك يا اخوانا، الحقوا التيك توك. مع عمرو اديب، اهم مذيع موجود في المنطقه كلها والاغلى، طلع قال لك خلي بالكم من التيك توك، وصولا لغايه عبد الله رشدي لما طلع عمل حلقه على زهيري، وامبارح او اول امبارح تحديدا هيثم طلعت لما عمل حلقه عليك، حلقه 40 دقيقه. 40 دقيقه انا طلعت انا والشباب بتوع الذين يتحدث امبارح يا مولانا، ردينا عليه 3 ساعات ونص، رد مفصل 3 ساعات ونص قاعدين بنفتح جلده. يا طول بالكم انتوا يعني. لا والله 3 ساعات ونص مع احنا امبارح اعتبرناه سهر الضحك، علاج نفسي لمده 5 سنين يعني. كمية الكلام انا بعت لك اللينك اللي عند هذا الرجل يعني. انا بعت لك اللينك بتاع الحلقه في وقت كده تبقى قاعد عايز تضحك شويه، لان احنا كنا واخدين الموضوع طبعا احنا مسخناه يعني، احنا طالعين كنا بصراحه نضحك ونهزر، بس بنرد رد حقيقي فعلا كله بالمصادر وكده، لان هو جايب لك طبعا بيقتطع من كلامك وبيحاول يثبت ان انت بتدلس، وان انت بقى الشخص اللي ماسك الشوكه والشرير اللي هيدمر الكوكب ان شاء الله ولا حاجه. فيعني شكرا لك يا مولانا مره اخرى، ومش عايز اطول عشان الناس طبعا كتير عايزه تتكلم. شكرا لفريق الادينين يعني، انتوا اللي بتقدموا، وشكرا للاستاذ مازن، وشكرا للاستاذ احمد اللي مش موجودين معانا، وشكرا لكل الناس اللي ما ذكرت اسمائهم. انتوا اصحاب الفضل اولا واخرا مش انا. استاذ محمد صالح، استطيع اقول كلمه قبل ما اكيد حبيبي استاذ جاك، تفضل ورده. يعني انا ولا حبيت نعبر برك عن السعاده تاعي. الصوت راهو يتعاود. صوتك فيه عند ساندي صوت راهو يتعاود عند ساندي بس لو تسكر اللاقط يعني. ساندي من فضلك. ديزولي ما حب يتسكر المايك عندي. سهل هذه انا بسكرها. تفضل استاذ جاك. شكرا. قلت لك قبل ما ذهب حبيت برك نعبر برك عن اعبر عن شعوري تاع السعاده، والناس اللي يقول لك هذه شيء جديد، ما هذه الا بدايه. كما نقولوا احنا في الجزائر مبروك علينا هذه البدايه، وما زال يعني من الان فصاعدا سوف يصبح هذه طريقه النقاش على الاسلام وعلى الشريعه الاسلاميه في المساجد. أنا متأكد 100% أنه هذا الشيء راح يصبح شيء طبيعي، كما المسيحية أصبح عندهم هذا الشيء شيء طبيعي، سوف يصبح عند الإسلام وعند كانت شيعة أو سنة أو غيرها، سوف يصبح شيء طبيعي. وأنا أشكر يعني كثير البلدان الغرب اللي رانا احنا عايشين فيها اللي كرست لنا هذه حرية التعبير. حرية التعبير هي حق ما عنده معنى إلا إذا استعملته. إذا استعملت حرية التعبير عندها معنى، إذا لا تستعملها كما كانت عندها عام 2-3 سنين وين كان الناس كانوا يخافوا يقولوا كلام. أنا الآن في 2024 ديسمبر 2024 أنا نسمع كلام على الإسلام وعلى الشريعة ما كنت أحلم به عندها 5 سنوات فقط. يعني هل تسمح لي محمد صالح، على بالي هذا بثك حبيت كاين واحد الأغنية جزائرية في عمرها 300 سنة تتكلم على الحرية، حبيت هل استطيع يعني نقدم؟ اكيد طبعا، هذا بثك حبيبي. شكرا جزيلا حبيبي. جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل، جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل، عندي كنز مخبي
مولاي عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولاي معلم بيه غير مولاي معلم بيه غير مولاي معلم بيه غير طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا بابوري يا بابور بابوري يا تريبور بابوري يا بابور بابوري يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور اديني لبلاد النور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور لبلادي راني محكور شكرا كثير 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 لك شكرا حبيبي جزيلا استاذ جاك. شكرا شكرا انا كثير احنا لهذا نزل اللحن الرائع ولهذه الاغنيه الرائعه. شكرا جزيلا احنا نزل وحنطلب طيب منك حبيبي الأخ محباتي شك. الاخ ميهوب راوي يطلب اكيد من الجزائر ولا اكيد شكرا يعني نتشرف بك. تهلاو في نسوسكم تحية الحب والحرية يا جاك. شكرا كثير حبيبي جاك. محباتي استاذ جاك. الخير تحية للجميع. تحية طيبة على حبيبنا أستاذ تمسوح البطل الرائع مغوار السنوار اللي تبع كل اللي فيها الآر يعني. يا حبيبي خلينا نسمع ساندي كمان وجاي لك يا تفضل يا حبيبنا سيدي. تمسوح. ساندي معنا؟ ساندي؟ مايك يا أستاذ لأنك أنت غلقت له المايك. ساندي؟ طيب ساندي الظاهر انها مش موجودة. ناخذ حبيبنا اسكندر. كيف حالك يا اسكندر حبيبي؟ حبيبي الغالي ابو عمو، طمني عنك. للامانه اللي حصل اليوم انا كنت يعني اشاهد البث من حساباتك الاثنين ومن حساب الشيخ وفي شخص ثاني كمان عمل لايف، فكنت شايف المشهد بالكامل. للامانه يا ابو عمو انت قول وفعل، للامانه قول وفعل. اول مره قلت انه انت راح تدخل للمسجد انا كنت اتخيل انه الموضوع هذا مستحيل، لكن للامانه انت حققت هذا الشيء، يعني حققت هذا الشيء. ليش انا اللي حققته؟ كلكم مع بعض حققتوا هذا الشيء. نشان مع اني كنت خايف في لحظه ولا لحظتين، كنت يعني جدا خايف لما صارت الهمجيه طبعا المعتاده. لكن بامانه يا ابو عمو انت فخر، انا لازم انحني امامك، انا لو اشوفك امامك اقبلك من جبينك وانحني امامك وامام هذه الشجاعه. اتمنى يكون عندي 10% من شجاعتك، 10% بس من شجاعتك. انا ما يكون عندك هذا الشجاعه عشان ما تورط نفسك. 10% اعطيك 10% من شجاعتك. شكرا لك ابو عمو. شكرا لك انت حبيبي، شكرا كثير. فخر نفتخر بيك. افتخروا بانفسكم حبيبي، يعني انتوا تفتخرون بانفسكم لانكم موجودين في هذه الساحه من سنوات،
وهذا شيء طبيعي انكم تفتخروا بانفسكم انه صوتكم صار يدوى، والكلام اللي بنقوله على التيك توك قلناه جوا المسجد يعني. فانتم مدعاة للفخر مش انا، كلكم مع بعض، كلكم رجال والسيدات وساده وشباب وكبار في السن واصحاب بثوث ومش اصحاب بثوث ومعلقين ومشيرين ومكبسين وكلكم مع بعض. انتوا تستحقوا هذا الفخر مش انا، انه انتوا اللي كنتوا موجودين في هذا الواقع من سنوات يعني. حبيبنا ابو لهب اللي مات من التسعينات وهو جالس يعني يضرب في هذه الشريعه. الاخوه والاخوات جميعا يعني، ما ادري اقول اسم مين ولا مين عشان ما انسى اسم حدا، كلكم على بعض، كلكم اوصلتوا الناس لهذا اليوم. وطبعا كل الناس الابطال العظماء اللي راحوا واللي فقدوا حياتهم واللي ما عادوا بيناتنا، كل هذول الناس انتوا اصحاب هذا الكلام. اريد اقول شيء بس اخير في انا الامانه، انا قلبي نزل من سروالي يعني من رعب، لكن في اللحظه الاخيره اللي طلعت فيها جتني الابتسامه لما صديقك صار يقول يعفور يعفور. خلاص كانت الضحكه القادمه، وانت كمان ضحكت يا ابو عمو اللقطه تاع يعفور. انا في قمه لما كنت امر معاهم هناك في المسجد قبل ما اطلع، فصاروا يهددوني ويحاولوا يشتبكوا، فانت التفتت لهم وقلت لهم دخلنا مساجدكم مثل الاسود وطالعين منها مثل الاسود يعني. طبعا الرجال ما عارف كيف ايش يسوي يعني. وبقول له يا بالضحك مش والله يعني غضبان وكذا. تقبلوا هذا الكلام، هذا واقعكم الجديد يعني، تقبلوه. اذا انتم اما تعيشوا ناس محترمين لانه العالم ما يسمح، ما عاد مكان في اوروبا لناس همجيه وناس غبيه يعني. عليكم انت تحترموا حالكم، وهذا الكلام يعني احنا بنقوله لكم في المسجد وعادي، ومش هو مجرد كلام يعني، ولا ما جينا لعند حدا منكم يعني، ما سبينا حدا منكم بامه او باخته او ببنته او بزوجته او بخالته او بعمته، وانما احنا جالسين نتكلم عن هذه الشريعه. انت تقول ان هذه شريعه رائعه، وانا بقول ان هذه شريعه الزباله. خلينا نجي نطرح هذا الكلام قدام الناس. هذول الناس يعني بجد مساطيل. يا تافه، انت خايف تطرح المساله امام الناس في المسجد يعني. مثلا الان يعني انا متفهم انه انت لا والله انا ما راح ادخل بث ملحدين واطرح مسائل. يا عمي انت قدام جمهورك على ملعبك بتلعب يعني، فانت يعني شو خايف يعني؟ انت هذول الناس يعني ما يعني ما يحتاج كل هذا. ولكن شكرا كثير لك حبيبي اسكندر. لا ابو عمو اعطي مجال لغيري وشكرا جزيلا. شكرا. اذا حبيبنا ميهوب موجود عبد الحميد. اسف ما سلمت على جميع شباب. تحياتي اقول لكم شخص وكل الناس موجود بالشات. مع السلامه. مع السلامه حبيبي. مين كان معانا بعد؟ فادي تقريبا. تحياتي استاذ محمد. هلا حبيبي فادي، كيف حالك يا ابو خالد؟ تهانينا المنعطف. شكرا. تهاني لكم انتم. هذا منعطف بالحوار اللاديني الديني يعني. بصمه حطيت خلص، دخلت التاريخ. نحن كنا من بعيد لبعيد ما كثير نعرف مثلك، نقلدك، نسمعك، اشي روايات ما بنعرفها، مجلدات تختصر التاريخ الاسلامي بجلسه. هذا ما حد، انا بعرف حياتي، انا لي فتره طويله ما سمعت حدا عنه. شكرا لك. شكرا لك انت حبيبي، شكرا كثير لتواجدك. بقدر اغني لك. لا بس المشوار لسه طويل، خلينا نمشي الدور، واذا صارت في فرصه ممكن تطلع مره ثانيه ونغني ونرقص لحد الصباح. لا بقصد انا صوتي ما حلو، بس بقدر اغني لك طلع البدر علينا يعني بكل جدارة. ان شاء الله في المستقبل. وانا راح امسك اشتري الدفوه، نمسك الدفوه انا وانت نغني طلع البدر علينا. تمام. شكرا كثير لك حبيبي فادي، يا اهلا وسهلا. محباتي ورده. دير بالك على حالك. مين كان معانا تقريبا؟ تمسوح ولا طوكيو؟ مش متذكر انا يا عبد الحميد، انت متذكر شيء؟ تمسوح. تحياتي لطوكيو ومنيب وكل الناس. عبد الحميد. هلا حبيب ابو عمو، كيفك؟
على طيب حبيبي، قل لي انت كيف صحتك؟ أنا تمام، أنا سعيد. طبعا المناظرة كانت موفقة بشهادة المسلمين نفسهم، الدليل إنهم فاتحين هلا 70 بث عشان يقولوا إن محمد صالح خسر المناظرة. فهذا أكبر هذا أكبر دليل إنه المناظرة موفقة وأنت دائما أنا موفق. ممكن ألخص لكم المناظرة. كنا المناظرة كانت عن أخلاق النبي محمد، وأنا بمشي في الحنين مع الشيخ، وبعدين قلت لهم، سألت الشيخ قلت أنتوا في عندك حديث صحيح متفق عليه، الرسول بيقول المسلم أخو المسلم. هل لو المسلم هذا إجا وحط إيده على مؤخرة زوجتك أو أختك أو بنتك أو أمك أو على صدرها، هل هذا المسلم لساته أخوك؟ وقلت لهم هذا الكلام. أنا عن نفسي ما بقبل هذه القوادة. إذا أنتم تقبلوها فقولوا لنا هذا الشيء. هل أنت ترضى بحدا يأتي ويضع يده على مؤخرة أو صدر أمك أو بنتك أو زوجتك أو أختك وتقول إنه هذا أخي في الإسلام وأنا هذا أخويا في الدين؟ أنا عن نفسي ما برضى. طبعا الشيخ 3 مناورات حاول يعملها، ولكن في النهاية ختم لي صك القوادة تبعه وتبع كل الناس وأنا قلت لهم أنتم ما عندكم حل، يا أما ترضوا بهذه الشريعة وتقبلوا بهذه القوادة، ويا أما أنكم تقولوا ما بنقبل بهذا الشيء. أنا طالع من المسجد والشيخ قواد واللي على مذهب الشيخ قواد، يعني فحاولوا قدر ما يعملوا انه يطلعوا هذا الكلام، وهذا الكلام مسجل صوت وصورة. شيخكم اللي يدافع عن الشريعة الإسلامية جوا مسجدكم ختم على رقابكم، اللي يرضى بهذه الشريعة يتحول إلى واحد قواد. قلت لهم في بث حسيني هل من 1450 سنة جرأ واحد انه في وسط جامع مسجد معبي بالمسلمين يقول لهم انه رسولكم جواد؟ ولا احد عملها ولا احد يفعلها، وممكن ولا احد راح يفعلها. احنا طبعا كنا متابعين البث من الاول، والحقيقة مثل كلام كل الناس كنا خايفين عليك الحقيقة. يعني انا وجاد وحسين وماني وعبد الحميد كنا نتكلموا في الخاص وكنا خايفين عليك جدا جدا، بس لما شفنا الشرطة معك وشفنا الجو هدي شوي طمنا. لكن لما انت قلت لهم جواد، الكلمه الوحيده اللي ممكن احنا فهمناها، وهاجوا وماجوا خفنا عليك جدا. بس بعدين اطمنا لما انتهت المناظره وشفنا، قلنا حتى الاستاذ محمد صالح عنده جيش، مش بس لمسوح عنده جيش معه يعني. فاطمنا عليك. طبعا احنا المناظره بالنسبه لنا محسومه، انه محمد صالح لو ربي موجود مش رح يقدر عليه، فاحنا مش بنفكر. طبعا نستنى في التسجيل، حقيقة كل الناس تستنى في التسجيل والترجمة. يعني اذا كنا احنا لم نفهم كلمة تقريبا في المناظرة واستمتعنا هيك في ردة فعلهم وكيف هاجوا ماجوا، فكيف لو كان بالفهم وبالترجمة؟ فاكيد ماني رح يقوم بالواجب. تحياتي ليك حبيبي وتحية لكل الجميع، وشكرا محمد صالح في اللي تقدمه. تحياتي شكرا لك حبيبي. شكرا لك البطل الجميل الرائع. دير بالك على حالك يا ابو عمو. محبات. شكرا كبير لك. طوكيو. عمو محمد شلونك؟ أنا طيب، تسلم يا عزيزي. انت شلونك؟ الحمد لله على السلامة. احنا كنا كلش قلقانين. انا خلصت الله باقي يسلمك 2 يا دقايق عزيزي. صاير وانا وما اشوف صاير المناظرة. يعني. لا والله كنا قلقانين وما ارتحنا الا لما اسكندر فتح بث واجت فابيولا وطمنتنا عليك، قالت عمو محمد وصل البيت. انا اشوف فرحانه كثير باللي صار، ولو متنا انا شخصيا لو متت وما عندنا غير هذا الانجاز يكفيني، لانه حتى حلم ما كنت احلم فيه انه واحد لا ديني يدخل ويتكلم ويناقش ويقول انتم عندكم اخطائكم 1 2 3. انت زودت فوق الحلم اللي ما كنت احلمه، انه لما قالوا لك الله اكبر انت تقول لهم المرأة. انا حتى ثقتي باللا دينيين وانحيازهم لقضية المرأة ما كنت يعني واثقة فيها، لكن انت رجعت لي ثقتي بالناس، رجعت لي ثقتي بالرجال. لا، اكو رجال يعرفون الحق، اكو رجال يعرفون المرأة هي دفعت الضريبة الاكبر. فانا ممتنة لك انك قدرت ترجع لي ثقتي باللا دينيين. انا صدقا كنت فاقدة الثقة فيهم، وإن كانوا هم أخواني وزملائي وأحبهم، لكن في موضوع المرأة تحديدا أنت اللي رجعت لي ثقتي. فأشكرك على هاي الفرحة اللي أعطيتنا إياها اليوم، ومشاعري يعني ما أقدر أعبر عنها شلون. أنا بالقوة ماسكة دموعي. كوني فخورة بنفسك. شكرا لك. شكرا. مشاعري، كوني فخورة بنفسك وفخورة باللي حواليك
وفخورة بكل هاي السنوات اللي هذول الشباب الراعين، الناس الأبطال اللي معانا واللي طلعوا معانا، وكل الشباب الأبطال اللي كانوا موجودين خلال كل هذه السنوات. وافتخري وكلكم افتخروا بهذول الشباب الكرد، يعني الكرد اللي والله أسود، وكل واحد عنده يعني واحد منهم يعني دخل عندي ويعني وهو يعني في وضع جدا يعني بوضع صعب، يعني داخل معاي بعكاز داخل معاي المسجد بعكاز. هذول الناس الأبطال مش أنا، يعني هذول الناس الصناديد اللي لما علموا بهذه المناظرة والله كان في ناس جاية من النمسا، من الدنمارك، من رومانيا. انت مستوعب حدا يجي من رومانيا؟ يعني انا اخر حاجه ممكن استوعبها انه شخص يجي، لانه المناظره يعني حسمت موعدها قبلها بيومين تقريبا، يعني ناس من رومانيا اجت من رومانيا، فلهم اكيد كل الفخر هذول الناس يعني، وكلكم مع بعض تستحقون هذا الفخر، والواحد يتشرف انه يتواجد معاكم ويرفع لكم القبعه وينحني اجلالا لثبوركم ولمصابرتكم ولبقائكم ولتحملكم كل هذه الشتائم، كل هذه النقائص، كل هذا السباب، كل هذه قلة الأدب، كل هذا التعدي اللفظي، وإذا قدروا على تعدي يعني جسدي ما يتوقفوا، ولكن واقفين أنتم مثل الأسود كل هذه السنوات، كل واحد حسب اللي بيعملوا حسب اللي بيسووه. أنتم مصدر فخر مش أنا، أنتم أبطال، واليوم يعني أنتم فرحانين لأنه هذا يومكم مش يومي أنا، أو مش يومي أنا بجد، يعني مش يومي أنا. أنتم اللي تستحقوا هذا الشكر وهذا التقدير، أولا من عندي ومن عندكم أنتم لأنفسكم، فكل المحبات لكم عزيزتي. أنا أتمنى إنه مثل ما فرحت هاي المئات الآلاف اللادينيين العرب، أتمنى أصدقائنا اللي في السجون، يعني أنا عندي أصدقاء 2 في السجن بتهمة ازدراء الأديان، واحد بالكويت واحد في مصر. أتمنى من كل قلبي إنه الخبر يوصل. طيب عزيزتي طوكيو، اليوم يوم فرحة مش يوم بكاء، يعني اليوم بنفرح كلنا مع بعض، يعني لأنه هذا يومنا كلنا. فشكرا كثير لك، وديري بالك على حالك. الأخ اللي معانا اللي أنا مش قادر أقرأ اسمه، الأخ اللي فاتح الكاميرا تقريبا، عليم. أنت حقيقي أنت يا عليم. الاسم أنا غيرته عليم، أنا ما تعرفت عليك لأن صورتك صغيرة. للعمر أحكام يا سيد صديقي. كيف حالك يا عليم؟ الله يسلمك، أنا بخير يا أستاذ محمد، أشكرك جدا. أنا بخير والله، وبقدر ما كنا منتظرين، يعني المناظرة كانت بالنسبة لنا محسومة معروفة، بس بقدر السعادة للمناظرة بقدرها كان عندنا الخوف. طبعا صراحة الخوف، أنا ما فلت كل شيء وجالس أتابع. الخوف زعزعني صراحة، يعني كنت أتابع مش بثك لوحده، كنت أدخل في بثوث، لأنه في ناس بيبثوا من داخل الجامعة، أنظر من هذه الجهة وأنظر من هذه الجهة، هل عندك ناس؟ بعدين شفت البوليس، شفت الخوف صراحة، وما أطمئن إلا عندما خروجك والناس معهم. هذه ذكرتني في قبل 14 سنة عندما دخلت المسجد في صنعاء وقلت للخطيب يكفي، احنا تعبنا. أنا كنت خطيب 10 سنوات، الآن غير الخطبة، ضربوني ضرب خرجت شبه ميت. فتذكرت الحادثة هذه من 14 سنة، بس قلت له بس يا أخي غير الخطبة، ملينا. وأنا كنت حينها أظهر الإيمان وأبطن الكفر، ولكن تذكرتها لأنه ضربوني ضرب داسوا على وجهي حتى داخل الجامعة، لأني قلت غير الخطبة. فما بالك بمحمد صالح يدخل في المسجد عند هؤلاء الناس؟ صراحة كان يعني خوف شديد جدا يعني صراحة، يعني لكن كان هذا اليوم بسبب هذا اللي انت تعرضت له، اجى هذا اليوم بسبب اللي عشرات ومئات من الأخوة اللي انهانوا واللي تعدوا عليهم جسديا ولفظيا، اجى هذا اليوم. هذا اليوم مش لي، هذا اليوم اللي انتم صنعتوه بعزيمتكم وبشجاعتكم وبتضحياتكم،
اللي قدمتوها خلال كل هذه السنوات. وانا لانه انا قريب منك او يعني على تواصل، بعرف يعني معاناتك الشديده بدون ما ادخل في تفاصيل كثيره. هذه المعاناه اللي انت واخوانك اللي عانيتوه سواء في اليمن او في موريتانيا او في مصر او في الجزائر او في سوريا او في العراق او في السعوديه او في غيرها من البلدان، هذا اليوم هو اللي احنا بنشوف كل هذول الناس الابطال، هذول الناس الجمال اللي انا بشوفهم على الشاشه، اللي جالس كل ما استمع لصوت واحد منهم راسي بيرتفع يوصل لعند الغيم. فاكيد انا فخور بيكم كلكم حبيبي عليم، وانت من اولهم اكيد، لان ضحيت وثابرت وناضلت ولين ما قدرت انك تطلع من بين ايدي القوم الظالمين يعني. فكل الشكر لك حبيبي عليم. سعادتي لما شفت الناس حولك وانت خارج، يعني كنت ماسك على قلبي صراحه وانت داخل الجامع، لكن عندما شفت الناس حولك وشفت العالم جنبك رقصت، فرحت. ايش هذا يعني؟ لاني تذكرت احداث كنا نتمنى ان يكون احد يستطيع انه ينقذك او يتمنى انه يكون جنبك، يعني تعرضنا لاذى كثير جدا. فشفت الناس ايش هذا التغير. المهم انت عظيم يا استاذ محمد، انتم العظماء، مش والله انك في القلب. انتم العظماء، كلكم عظماء، وكلما كلكم ناس رائعين، كلكم ابطال، كلكم صابرين مرابطين مثابرين، يعني تقدمون يعني اغلى ما عندكم اللي هي الصحه والوقت والطاقه عشان تفيدوا هذول الناس. فاذا في حدا يستحق كلمه شكر هو انتم كلكم احبتي الكرام، سيدات والساده، وكل المحبات لك حبيبي علي. وكلما شعرت بالياس صدقني ان انا ادخل اشوفك حتى 5 دقائق او 4 دقائق واروح يعني فقط. كلما اشعر بيأس وانا في مكاني في اي مكان ادخل واشوفك ارتاح. تسلم يا استاذ محمد، انت تسلم انت حبيبي، عزيز على قلوبنا، على عيونك وجبينك يا حبيبي عليم. دير بالك على حالك. ميهو السلام عليكم. كيفك يا صديقي؟ صديقي كيف حالك؟ انا طيب، طالما انت طيب انا راح اكون طيب. هذا انا مبروك حبيبي. كيف؟ مبروك صديقي العزيز، مبروك. لا مبروك لك انت، مبروك لكل هذه السنوات اللي انتم جالسين تشتغلون فيه حبيبي ميهو. والله يا استاذ انا كل كلمه شكر يعني. انت باقي في مكانك مثل الاسد كل هذا الفتره، وماشي محدد هدفك وطالع بسرعه 250 يعني بالساعه في كيلو في الساعه، ولا فارق معاك اي حاجه. فاذا حدا فيه يستحق التبركه هو انت وامثالك واخوانك واخواتك والاصدقاء اللي ما ماشيين في هذا الدرب، مش انا. كل المحبات لك. والله شكرا، هذا افتخار لنا الاستاذ صديقي العزيز. في الحقيقه انا مش متفاجئ مثل الكثير، يعني انا ابارك لك صح، ولكن بقوتك وبشخصيتك وبامكانياتك انا ما متفاجئ ابدا. كما قال صديقي جاك اللي كان من قبل، هذه فقط البدايه وما زال. يا اخي كيف وانا عندي هدف خلال 2 سنين يكونوا 50% من جزائريين كفار. فاهم يعني؟ انا بكل بساطه انا يعني ما فيش رجوع للوراء استاذ محمد. بكل بساطه احنا ما عندناش خيار اخر. ما عندناش، احنا مرغمين، ما عندناش خيار اخر. انا الشيء اللي فرحني الاستاذ محمد صالح يعني بالشيء اللي عملته انت اليوم العظيم، لما تصعد الاشخاص من هون ما يختصروش على منطقه واحده او بلد واحد. هذا الشيء غريب. كلكم اللي عاملين هذا اليوم، لانه هذا اليوم مش يوم قوميه او جماعه او شخص او كذا، كلكم مع بعض عملتوا هذا اليوم، كلكم مع بعض. والله فكرتني انا اليوم استاذ محمد صالح، انا للاسف ما حضرتش لايفك ولكن راح اشوفه لما يكون في ترجمه. انا كل يوم احد اعمل مواضيع عن العشريه السوداء في الجزائر، سمعت بها. يعني 300,000 شخص راحوا، وللاسف تعرف كاين قانون في الجزائر يمنع انك تتكلم على هذه القضيه. واليوم صدقني والله العظيم انا كنت يعني رغم اني الخبره سنوات وسنوات وسنوات، والله دموعي ما توقفت. يعني تعرف كانوا اطفال، يعني هذا الايديولوجيه خلت الناس يفجروا يعملوا قنابل. اليوم طلعت معنا قصه بنت كانت عندها 7 سنوات، كانت في البحر
يعني وين الارهابيين او الاسلاميين باسم الله والرسول فجروا عملوا قنبله للاطفال وقتلوا فيها اطفال صغار، واليوم هي كان عندها 7 سنين، اليوم هي كبيره في السن وطلعت قدمت الشهاده تاعها. راك تشوف هذه الايديولوجيا شو عملت فينا، يعني العشريه السوداء انا اتكلم عليها كل يوم احد، وحتى لا ننسى، حتى لا ننسى. انا الهدف نتاعي هو حتى لا ننسى ونذكر الشباب تاعنا لما تعطوا الفرصه لهذه الايديولوجيه ما هو المشروع السياسي لهذه الايديولوجيه، واش رايحين يقوموا. بلا ما نتكلم على المراه، بلا ما نتكلم على الديانات الاخرى، يعني الاقليات الدينيه كيف رايحين يقمعهم. فللاسف ما شفتش، وان شاء الله انا راح نشوف اللايف بتاعك كامل لما يكون مترجم. ونظن الباقي رقم بدون ما نطول عليك كثير الاستاذ محمد، نذكرهم فقط. كان حاجه تضحكني كثير ودائما نذكر بها، فذكر ان نفعتني الذكرى. تعرف الاستاذ محمد عندها 4 سنوات 5 سنوات لما كنت اتكلم عن عائشه، لاني يسموني، تعرف اسمي ابو عائشه، كانوا كل حتى الملحدين كانوا يضحكوا علي، قالوا لي انت مجنون كيف تتكلم على عائشه؟ مين اللي راح يسمع بيك؟ تكلم فلسفه، تكلم اخلاق، تكلم عن السببيه، عن البعره تدل على البعير. قلت لهم لا، انا ساتكلم عن عائشه، ساتكلم عن العبوديه، عن ضرب المراه، عن ضرب الاطفال. هذه مواضيعي بس، وما اناقش قرانيين او شيء اخر. واليوم انا بكل بساطه انا اليوم فخور بيك وفخور بكل الاخوه، وفرحان كثير كثير كثير. و50% من على 3 سنين من الجزائريين ان شاء الله سيتركون الدين باذن الله او بدون اذنه. اللهم امين. شكرا حبيبي. رغما عن انفه يا ميهوب، هيتركوا الدين رغما عن انفه. استاذ محمد، انا لما انزل فيه طلب، بما انك الموديراتور تاعك يطلعوا كل الدول، فيه اخت مغربيه اسمها هناء بتقوم بعمل اكيد السيده هناء، وحتى اذا السيده ماري هنا اكيد انا راح اكون جدا فخور بيهم اذا حبوا انه يطلعوا، اكيد انا متشرف بيهم. هي تبغى ناس كثير، بس شوف لنا للسيده هناء. فكل جيد انك قلت هذا الكلام، انا مقدر وشاكر جدا حتى يكونوا كنا ممثلين لدولنا ومناطقنا، يعني نقوم بعمل رائع رائع رائع. وشكرا لك محمد، وما تنساش تيجي عنا، لانه كثير بالناس والله العظيم كل يوم انا متشرف فيك دائما يا ميهوب، تعرف انت يجيب لنا محمد صالح اليوم، لا تعرف انا الدكتور خالد دائما موجود، ولكن انت ناقص. بعد المرات عملنا زياره، الله يخليك. اكيد انا متشرف بيكم كلكم، محباتي. ميهوب دير بالك على حالك ورده. كل الجماعة يا كفار، يا أعوذ بالله منكم. محبات. كاوا كاوا حبيبنا أستاذنا محمد صالح، حبيبي وردة، حبيبي أهلا وسهلا. تحية لك ولجميع الأصدقاء اللي داخلين في البث. بصراحة أستاذ محمد ما أدري شلون أوصف مشاعري اليوم. اليوم يوم تاريخي، يعني اليوم ولا واحد ما كان يتوقع يعني يجي يوم احنا نروح يعني نقدر ندخل مساجدهم ونناظرهم في اقدس رجل في الاسلام، الا هو نبيهم واخلاق نبيهم. يعني هذا بصراحه كان حتى قبل 6 شهور كان محض خيال، وتحقق يعني بجهودك وبشجاعتك. يعني بل بجهودكم انتم شفت الشباب الكرد اللي كانوا معايا استاذ كاوا؟ انت شفت الشباب؟ والله يا ابطال، اسود يا رجال، اسود اللي جاي من مدينه ثانيه، واللي جاي من بلد ثاني، واللي جاي من رومانيا، واللي جاي من النرويج، واللي جاي من اوسلو، من الدنمارك، واللي جاي من النمسا، واللي جاي من كل الاماكن. اسود يا رجال، وهم عارفين انه هذا الكلام ممكن ينتهي بطريقه يعني ممكن تكون عليهم مضره كبيره جدا. طالعين بوجوههم وامام الكاميرات وكل حاجه. فانتوا بهذا الكلام يعني ابطال، والله ابطال بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هكذا راحوا بالصدور عاريه، لا هم عارفين شو الوضع، ولا هم عارفين شو اللي راح يصير، ولا هم عارفين. وفي منهم طبعا في منهم ناس ماخذين يعني بماجستير ودكتوراه، وناس مثقفين وكتاب، مش والله يعني والله تجي تقول لي ما ادري كيف، لا، من الشباب الصغار الى الاساتذه الكبار كلهم ابطال، واقفين مثل الجبل، مثل جبال قنديل، واقفين في هذا المسجد، يعني يناطحوا هذه الشريعه بهدوءهم وسكونهم وادبهم واخلاقهم.
انتم لكم الحق انكم تفتخروا بانفسكم كأمة عريقة، أمة كردية. ما رفضتم انكم تنقادوا لهذه الشريعة الزبالة. والله يعني انا اليوم فخري بهذول الشباب، ما بشوف اي شاب منهم الا عيوني بتدمع واجي ابوسه من خده ومن راسه، وقديش انا فرحان به. بشوف هذا ابني، هذا اخويا، هذا ابني، هذا ابني، هذا اخويا. هذا وين انتم؟ وين ما حدا بيشوفكم؟ وكيف هذا الكلام؟ بين لي اليوم صراحة انه حتى المسلمين الكرد يعني قسم كبير جدا منهم ما بيقبلوا بهذه الشريعة، بما لا يقبل. اتركك من شوية الزبالة اللي فقط الغوغائيين هذول يعني. والا الناس عظماء، ناس رائعين، ناس جمال، ناس كبار، ناس شجعان، ناس يعني اذكياء، ناس في غاية الروعة. اجوا مع يعني بكل ما يعني بكل تضحية وكل استعداد. اكيد يعني ناس رائعين جدا. الاستاذ طبعا مروان حلبشي، هذا الذي يعني لطالما اعتدوا عليه وسبوه وكفروه وافتوا بقتله. والاخ اللي كان معايا هلمت قوران، يعني اللي جلسوا معايا مثل الاسود وهم حاطين ايديهم راسهم على ايديهم، يعني حاطين رؤوسهم على اكفهم، قالوا احنا جالسين هنيك فقط عشان نجعل نحرنا دون نحرك اذا صار شيء. انت مستوعب؟ انت هذول ناس ينهزموا، هذول ناس ممكن حدا يقمعهم، هذول ناس حدا ممكن يركب عليهم. عمي هذول قسم بالله ابطال، يعني ناس يعني في غاية الروعة، في غاية الشجاعة، في غاية الإباء، في غاية الجرأة. لا حبيبي استاذ كاوى، افتخروا بانفسكم، افتخروا بهذول الشباب، خاصة هذول الشباب اللي اجوا ووقفوا مثل الاسود في المسجد، ووقفوا وهم عارفين انه ممكن يصير اي شيء في المسجد، وعارفين انه طالعين احنا رايحين لمركنة السيارة، وهو كلهم بيصرخوا بصوت واحد جن جيانا زادي. هذول اللي يستحقوا التجليل والتقدير والتحية والإكرام والتبريك والاعتزاز والفخر وكل حاجة جميلة. ناس راعين، ناس في غاية والله يعني شباب، كل ما بتشوف شاب منهم أحلى من الشاب الثاني، يعني كل ما بتشوف منهم شاب يعني مثقف أكثر من الشاب الثاني، وناس رائعين جدا. يعني ايش اقول لك ولا اقول لك. انا هذه التجربه اللي خضتها اليوم يعني بالاضافه الى محباتي وتقديري لكل انسان يعني بيرفض هذه الشريعه ويحكم عقله وانسانيته، بالاضافه الى هذا الكلام الجميل. ولكن انا اليوم تبين لدي ان في شباب اقدر الان في هذه اللحظه، يعني لو انا اموت هذه اللحظه وبعدها يعني ما راح اكون مزعوج، لان شفت كل هذول الناس الطيبين وناس امثالكم. حبيبي استاذ كاوى، المعذره انا طولت عليك، ولكن في الصدر كلام كثير اؤجله لبكره للاخوه في البث الكردي، اقول يعني للاخوه الاكراد. يعني حبيبي استاذ صالح، يعني بصراحه انت مفخره إلنا، يعني لكل الأكراد العرب، لكل المتنورين في جميع أنحاء العالم. أستاذ محمد، أنا بس يعني صعدت في بث حسيني وترجمت لهم ما حدث. بصراحة أنا ما أريد يعني أعقب على هذا شو اسمه المناظرة، لأن كان عبارة عن هروب من محمد صالح. يعني عنوان المناظرة كان الهروب ملا عبد الحميد من الأستاذ محمد صالح. كان يعني أنت إذا تعيد السؤال عليه وهو يتهرب، الجميع يعني حسب هذا الشيء. بس أنا يعني سعادت فقط أحييك وأحيي الأصدقاء، وأقول لك يعني قبل شوية أنا يعني دخلت بثوث مع الإسلاميين الكرد، يعني الإخوانيين والسلفيين، وصار ضجة كبيرة بيناتهم. أستاذ محمد صالح يكفروه هسه، يقول هذا كافر، شو خلى واحد لا ديني يدخل مسجد ويتحدث عن أخلاق النبي وما أدري شو. صار يعني ضجة كبيرة، بس قلت أبشرك يعني يعني أنت سويت شيء عظيم صراحة اليوم. واحلى شيء يعني من رددت يعني السرعه البديهه، من هم كبروا وانت رددت جنجيان ازادي، المراه، الحياه، الحريه. حبيبنا استاذ محمد صالح، ما اريد اطول عليك، اشكرك حبيبي. حبيبي ورده.
شكرا حبيبي كثير انا حبيبي استاذ كاوا. وافتخروا حبيبي بانفسكم وتفتخروا بتاريخكم، وافتخروا انه عندكم هذه الكميه من الناس الرائعين في هذا وفخورين اليوم بمحمد الجميل. صالح. محمد صالح اكيد فخورين بك استاذنا حبيبنا. افتخروا بانفسكم، افتخروا بشبابكم. محباتي لك استاذ كاوا. حبيبي تسلم لي، شكرا، حبيبي مع السلامه. حبيبي سلامات. ابو لهب، يا ابا لهب، ابو لهب. بي والله كنت قاعد اسال وين وديت. اذن كيف حالك يا غالي؟ دقيقة يا غالي، كنت اريد ان اهديك اهداء. دقيقة يا غالي، امني صحيح. كنت كتبت بعض الابيات يا غالي، وعلى فكرة ترى اسمها، وانا برضو ترى كردي لي علاقة مع الاكراد خاصة. شعر المديح من الشهامة رجل محمد صالح علي، وركن في الشهامة فيك مديد، حولك النسر في ركابك يسعى بافتخار، في فنارك الكرم ليس بجديد. ظننت كسر أغلال الرقيق لا يكون فيما مضى إلا بحديد. محمد صالح شكرا، فهو حق اللاتي حررت المرأة والعبد بدون حديد. أشكرك يا سيدي الفاضل. أنا أشكرك يا أبو لهب، وأشكرك أنك أنت عانيت وتحملت كل هذه السنوات من حياتك. وأتمنى يا أبو لهب أنك تعرف أن اليوم اللي صار والكلام اللي انقال جوا المسجد، أتمنى أنك تعرف أنك أنت كنت هون بقلبي. يشهد الله إذا كان في حاجة اسمها الله، أنك كنت دائما هون في قلبي، لأنك أنت من أكثر الناس اللي عانى بسبب هذه الشريعة. واليوم أمثالك ارفع راسك، طلع علي، طلع علي يا رجال، طلع علي. اليوم أنت ترفع راسك، لأن صوتك أنت اللي كان في المسجد يا أبو لهب، صوتك أنت، وصوت هذه الشريعة اللي كانت منخفضة، واللي إمامهم طلع واحد قوات، والناس ما بتعرف تعمل أي حاجة، وصوتكم كلكم أنت أولهم أنت رفعتوا صوتكم، وكرامتكم كانت مرتفعة، وراسكم عالية، ورؤوسكم عالية فوق رؤوس العالمين. إذا في حدا يستحق الفخر والاعتزاز هو أنتم. أبو لهب طلع علي يا أبو لهب. أشكرك عزيزي، أشكرك. أنا لم أحسب بثقة من أحد قبل ذلك. أشكرك اذكر نفسك، اذكر نفسك. هذا أبو لهب، أنت من متى موجود في هذه الساحة؟ من عام 94 وأنا ملحد. من 94، 30 سنة يا أبو لهب. صوتك دوة في المساجد، صوت وصورة. ولن أبو لهب، طلع على أخوك، طلع علي. صوتكم في المسجد راح يبقى أبد الدهر. وهذه الشريعة الحقيرة اللي مسح بكرامة نبي الأرض، واللي تبين قدام الناس أن هذه الشريعة تعمل ناس قواويت، نردد هذا الكلام جوا المسجد أمام أئمتهم في أقدس مكان عندهم. ارفع راسك وافتخر بنفسك يا أبو لهب يا صديقي الحبيب. أشكرك عزيزي. هو هذا المسجد ضيع حقوقنا، وضيع حتى أسماءنا، وضيع ما ضيع. الشيء الجميل يا محمد صالح، أنا يعني عشت حياتي، ولكن المشكلة على الأجيال القادمة. ولو رأيت دمعة على خدي فليس على شيء ضاع، إنما على شيء أخاف عليه أن يضيع. نعم يا غالي، أشكرك وأنحني لك تقديرا. أشكرك، وأنا أنحني لك لكل معاناتك ولكل آلامك يا أبو لهب. أنت موجود هنا. لا أنا مبسوط يا غالي، وأشكرك والله من جد مبسوط إنه هذا المسجد يا أخي، هذه القامة يعني المهولة التي ترعبنا من 1400 سنة، هذه القامة المتمثلة في الأزهر وفي غيره، هذه القامة التي طلعت منها كل تلك التشاريع، هذه القامة التي ظلمت العربي وغير العربي والكردية والعبد والمرأة والطفل إلى آخره. إذا ذهبت اليوم في وسط ساحتها، والله إنه لفخر العمر، والله إنه لفخر. ما ظننت أنني سأعيش يوم، والله ما ظننت أني سأعيش يوم إلا هذا من وسط المسجد.
والله ما ظننتني سأعيش يوم إلا هذا. فأقول لك أشكرك يا محمد صالح. اشكر نفسك، اشكر صبرك وثباتك، اشكر عزيمتك وإرادتك، اشكر إنسانيتك، وارفع. أريدك تفتخر بنفسك يا أبو لهب. هذا اليوم هو يومك أنت ويوم الأخوة القدامى، مش يومي أنا. افتخر بنفسك يا حبيبي. الله يخليك، الواحد يفتخر بكم جميعا، ولكن تعرف يا محمد أنت بالطريقة هذه أنت أنقذت الأجيال القادمة من النساء والأطفال، صدقني يعني من النساء والأطفال. المسجد هو من يقول، وكثير من الناس لا يعلم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدو لكم، أزواجكم وأولادكم عدو لكم، خرجت من هذا المسجد. كثير من الناس لا يعلم، فأنت رددتم إلى كيدهم إلى نحرهم. أنا أشكرك يا سيدي محمد، وأنحني لك تقديرا. يعني الكلمات تعجز، الكلمات تعجز. لا والله أخو غالي، لكن موقفك هذا يعني أنا ماني عارف كيف أتصور. أنا صراحة ما أقدر أوقف في الموقف ده. يا والله لو تخلوني مرة ثانية أروح أنا في والله مو أتكلم كردي، وأقسم بالله لو أرض فرنسي حتى، من جد كده. هذا اللي مرعبنا أساسا من سنوات يا رجل. أروح بعرين الأسد. أنا الليلة لما قال لي جاني الشاب كردي قال لي يا أبو لهب أيوه، كنت في البار سكران، قال لي محمد صالح. قلت يا أخي تمزح، محمد صالح في المسجد؟ جدك أنت في وسط المسجد؟ ترى يعني في ناس قد تعتقد أن أوروبا مساجدها محايدة، كل المساجد صارت مساجد أوروبا. طيب ما يخاف إلا ينذبح ولا شيء ولا يصير البلوى؟ فيوم كلمتني بنية ثانية جاني الشيخ صادق لو تعلمون، فقال لي يا أبو لهب هكذا الخبر صحيح. والله يا أخي أنا لا أستطيع أن أصف شجاعتك هذه، موقفك هذا. كلمة واحدة حتى لو وقفت أنا، كون وقوفك هناك يا رجل صدقت يعني شيء لا تستطيع تعبر عن الكلمات. عموما حياتي أشكرك وأنحني لك تقديرا يا عزيزي. أنا أنحني لك تقديرا وحبا وإجلالا وأخوة ومعزة وصداقة وشعورا بك حبيبي يا أبو لهب. ارفع راسك، ارفع راسك يا أخوي، ارفع راسك وأنت رافع الراس. أيوة أنت مرفوع الراس، وخلي كل قدر حقير يعرف هذا اليوم. الناس اللي كانت بتقلل من شأن أبو لهب، اليوم صوت أبو لهب اللي كان بيدوي جوا المساجد وبيعرف شريعة محمد وأصحابه. والله أنا فخور فيك. تعرف الليل لو أموت وأنا مرتاح، ما دام ما شفت المسجد تهزأ ملعون الوالدين، والله بموت مرتاح، والله بموت مرتاح، بحق الله بموت مرتاح. 1000 سنة حياتك يا حبيبي. حياتي لك يا هلا وغلا، يا هلا وغلا، يا هلا وغلا. دير بالك على حالك. طيب ويكون لنا لقاءات أخرى. يا هلا وغلا، يا هلا وغلا. أشكرك يا غالي. الله حبيبي، محبات. لوجك آدم، شلونك يا أبو خال؟ هلا حبيبي مولانا. أنا شفت مقتطفات منها لأنه فرق التوقيت عندنا بين أمريكا وبين أوروبا كان كبير، فما لحقت أنه أشوف، لكن دخلت على اليوتيوب في من الأخوة منزلينها صح باللغة الكردية، أو تقريبا أنا ما فهمت منها شيء، لكن الأهم أنه دخلنا لهم. الأهم والأكثر يعني إذا أوصف لك أنه مو تناقش شريعتهم من داخل مساجدهم، لا، شخص مخالف يخالفهم بكل رأي دخل عندهم لمساجدهم وقال لهم أنتوا غلط واللي سوانا بيكم غلط، هو بحد ذاته هو انتصار، بحد ذاته انتصار. حتى لو ما ناقشنا بالتفاصيل، المهم انه قدرنا ندخل لهم. اليوم محمد صالح دخل، بكره غيرنا يدخل لهم، وغيرنا، وتجي جرأة انه يدخل ويقول لا هذا غلط. اللي انت سويته مولانا اليوم هو بحد ذاته انجاز بدخولك وكسر القدسية. كلكم انتم اللي عملتوا هذا الشيء، مو انا. ما حد مولانا انا احب تواضعك. اليوم انا لحظة بس بالله عليك يا أحبة، لما تريدوا تتكلموا عن هذا اليوم كل واحد يتكلم ويقول إحنا، ما حدا يقول محمد صالح. كل واحد منكم عمل هذا الشيء، كل واحد منكم، كل رجل، كل امرأة، كل شاب، كل مسن، كل طفل، كل مقموعة، كل يعني مقموع، كل إنسان اعتدي عليه باسم هذه الشريعة، أنتم اللي عملتوا هذا الشيء مش أنا. هذا اللي صار اليوم مش محمد صالح، هذا أنتم كلكم اللي عملتوا.
فانتوا كلكم لما تريدوا تتكلموا عن هذا اليوم تقولون احنا اللي عملنا، ما تقولوا انت. ما مش انا يا حبيبي، مش انا. وما بقول هذا الكلام تواضعا، انا افرق بين التواضع وبين الحقيقه. الحقيقه انتوا بصبركم وبثباتكم وبمواظبتكم وبمثابرتكم وبتضحياتكم وباقدامكم وببقائكم وباستمراريتكم انتوا اللي وصلتوا هذا اليوم. انا فقط كنت جاي في اخر يعني دقيقتين ودخلت المسجد. يعني انتوا اللي عاملين كل هذا الكلام. وألف تحيه وشكر لكم كلكم، وفردا فردا، رجل وامراه، كبير وصغير فيكم حبيبي. مولانا، هو اكثر شيء مؤلم هو انك تقدر تكسر هذا الحاجز، حاجز القدسية اللي موجود عندهم، اللي هو لا ما تتكلم، ما تفتح ثمك لا نقص لسانك. هو هذا الحاجز اللي نريد نكسره احنا اليوم. انا اريد اوجه رسالة من خلالك يا مولانا. نحن قادمون. معلش انا اسف، ضوضاء صارت عندي. ولا يهمك ولا يهمك. انا اسف، ارجو المعذرة. أنا اللي أريد أوجه الرسالة إنه أقول لهم نحن قادمون في غرفكم، في بيوتكم، في مدارسكم، في نواديكم، في جوامعكم، في كل مكان نحن قادمون. وحندخل لصغيركم ولكبيركم ولشبابكم، وبأي وقت حندخل ونقول لهم اكسروا مقدساتكم. مقدساتكم تعبتنا، هلكت شعوبنا، رجعتنا للوراء مليار سنة بدل 1500 سنة. شكرا لك أبو عمو، تحية للموجودين جميعا، الأخوان والأخوات اللي موجودين، وتحية لكم. أنا أحبكم جميعا ومستمرون مش راح نوقف. مش أنا، مش محمد صالح، الأجيال اللي جاية. إحنا مش واحد محمد صالح، في مليون، في مليار محمد صالح حيطلع، إذا مو اليوم بكرة، وجاييكم لبيوتكم. شكرا مولاي محمد صالح، وشكرا لك. تحية للأخوة جميعا، وأنا نازل أترك له غير. شكرا لك يا سيدي. دير بالك على حالك يا أخوي. محبات. ساندي، لعلك رجعتي يا عزيزتي. بونسوار أبو عمو. بونسوار، كيف حالك يا عزيزتي؟ أنا فرحانة، أنا عايشة السعادة بأتم معنى الكلمة في المطلق. أول حاجة أنا غير أن أقول لكم فرحانة، صحيح فرحانة لوجود وتعرفت في البثوث على التيك توك على السيدات رائعات. حابة نشكر شكر خاص، اسمح لي أبو عمو أخذ مساحة شوي. حابة أشكر السيدات، لأنه التشريعات الإسلامية والأديان قمعت المرأة. فأنا أحب نحيي السيدة الكردية اللي جابت أبنائها، نحب نحيي الشباب الكل أكراد اللي جاوا وجمعوا من كل مكان مع محمد صالح. أبو عمو، احنا جمعتنا انت في بث بسيط، كل واحد من الدولة في الأوقات متاعنا المختلفة، في حالاتنا الكل. كلمة انت قلتها وأنا عجبتني، وش تكون شعار معايا في كل بث نحله. كلمة هي جيان أزادي. أتمنى نكون قلتها صحيحة، فشعارنا القادم باش يكون هذا. أحلى كلمة بصراحة، أحلى كلمة سمعتها، لأنه فعلا أنا كامرأة نحب نحيي مدام هنا. ولكن قبل ما نبدأ بكل شيء نحب نحيي أختي وعزيزتي وعشيرتي فابيولا، هي اللي سحبتني من كلوب هاوس وجابتني على التيك توك وعرفتني على السيدات. أمال حبيب، مدام أمال، ماري، ميوشة، كثير سيدات هنا موجودة بيناتنا، كثير سيدات يفتحوا ويتكلموا على قضايا مصيرية، قضايا متعلقة بالمجتمع. مدام كريمة المتمردة، هذه السيدة الرائعة، كانت في كل بث تكون معايا في البثوث اللي نحلوها على زواج الصغيرات القصيرات. كنا في كل بث نتكلم مواضيع الاجتماعية، حتى بلهجاتنا باختلافنا. أنا حابة نقول للمرأة أنت حرة، وامرأة حرة، وكلمتك باش تكون حرة. فأنا في البثوث الكل نحب نقول للنساء باختلافهم، باختلاف الأجناس، باختلاف اللغات، جيان أزادي. التشريعات ظلمت المرأة، التشريعات ظلمتها بطريقة خلتنا أمم تحت العبودية لليوم، أمم تعشق وتعيد ونعاودوا في قواعد فقهية ظلمت المرأة
ظلمة الرجال وظلمة الأطفال بدرجة أولى. تربينا على القمع، على الخوف، على الرعب. أنت اليوم مش عملت لنا أبو عمو، كسرت حاجز الخوف. أنا فرحانة، ماني خايفة. كنت عندي ثقة في ابتسامتك، في الهدوء متاعك، في رفعك لليد وانت تقول جان جيان أزادي، وأنا قلت هاي نسيت الكردي يا أبو عمو وأنا طفلة، واليوم وأنا كبيرة ونقول من هذا الموقع جان جيان أزادي. مجتمعات لن تنهض إلا بالمرأة يا جماعة. أنا أحب نحيي كل أصدقائنا اللادينيين، كل الرجال موجودين. زيد حبيب قلبي زيد موجود، بونسوار. كل الأصدقاء الموجودين، كلامنا رح يكون هو سلاحنا، أفكارنا الحرة نعبروا بها يا جماعة. إيدنا مع بعض للأجيال القادمة هي أول خطوة تكسير حاجز الخوف. وديما معاك يا أبو عمو، ناخذ المثال من عند قدوة، وناخذ المثال من السيدات الرائعات كيما هنا فابيولا، مدام كريمة، تلك المرأة الكويتية القوية الشجاعة اللي هي بصوتها وبالصوت تطلع وتحارب الجهل. كلنا نساوي رجال نتجمعوا اليوم من أجل أطفالنا. كلمة قالها جاك في بلادي محجور، وكلمة محجور كلمة وتوجع برشا. فكرة كل مواطن لازم يكون حر داخل بلده. يكفينا من الحرقة ومن الهروب، هربنا برشا وجاء الوقت للمواجهة. انت فتحت المواجهة يا ابو عمو واحنا فرحانين. انا كامرأة حرة يا ابو عمو، خليتني بك الطاقة المزيانة، الطاقة القوية باش نقول لكل امرأة يا امرأة راك امرأة حرة تفكر. وجنحوا واحنا كنا فرحانين بوجودك يا ابو عمو. اول خطوة وما فماش تراجع للوراء، إلى الأمام سيروا، بروا الأبناء قبل ما تبروا الآباء بصراحة، لأنه الأبناء أجيال القادمة، وإنه الفكر الحر ما يقفش. كل ما كانت العقوبات فما ثمار باش نجموا ناخذوها، وإذا كان ما خذيناهاش اليوم أجيالنا القادمة باش تاخذها. قال ميهوب 50% تكفي، وال50 نبداو متفائلين بها. من تونس ساندي معاكم. أنا اسمي ساندي،